شباب السلام عليكم. اليوم نحكي على شلون نشد تنفيس للبكار مالتك. طبعا حسب نوع التنفيس اللي عندك قد السن مالته تجيب بغينة على كبر، يعني تاخذ التنفيس اللي عندك. طبعا هذا سعره 4000 5000 حسب ابو المكتب. تروح تشتري على الكبر مالته بغينة مال الشباب، تجي تحدد مكانه. هذا مو مكان القمشي، عكسه مباشرة يصير مكان التنفيس هنا. يفضل اذا مو بمستواه اقل من يمه، نازل من يمه، كل ما يصير انصى من يم فتحة القمشي افضل. بس هنا الفتحة هي قليلة، ما اريد انزل هواي على مود لا يخرب عندنا يفطر عندنا البكار. طبعا البغينة انا ما راح تبغين شاي، عندي بغينة صغيرة مال تنفيس اصغر، راح اظل افرق بيه زايد على مود ما يصير نفس الحجم. شو بقى عندك من تكمله؟ يا اما ثبته باميري رشاش اللي هو وينه مثل هذا، يا اما تجيب المسدس مال سيليكون، تخلي سيليكون بيه، مسدس سيليكون والثبته وتعوفه لين ناجحه. هسه نجي نباشر بالثقب. طبعا اول مره نحدده بالقلم عن لا ننساه. شباب من تكمل زوف بالبرينة، تجي هسه تحاول تسوي له سن بديك، يعني تدفع بيه وتفر. كمان عندنا التنفيش، بس شنو لا تدخن بيه هسه مباشرة، لان عندك الريحة مالت الاميري، خليه فد يوم كامل تروح من يم ريحة وغسله غسلة زينة ودخن بيه. هاي دليلات تركيب التنفيس مو شباب. هذا كله صار عندنا بكار تنفيس، وان شاء الله فد يوم ندخن بيه لما بس الاميري من يمه واوريكم اياه، يعني طبيعي كلش. شباب هاي ورا ثاني يوم، ريحة تقريبا راحت في اليمه، بس نغسله غسلة زينة. شباب هاي ان شاء الله عجبتكم، كملناه في مان الله.